يعني ملابسي بتبقى بسيطة وسامبل وحاجات بتلقلي، واعتقد ان اي واحدة تلبس حاجات تليق لجسمها كل الناس تقول عليها بتلبس كويس. يعني نصيحتك للست اللي عاوزة تلبس حلو انها تعمل ايه؟ تنقي الخطوط اللي تلاقي لها، يعني لو قصيرة مش لازم تنقي خطوط بالعرض، لازم كل حاجة تبقى بالطول، حتى القصات في الفستان تبقى بالطول. ما تنقيش الوسط اللي طالع لفوق، تنقي الوسط المعقول. وان كانت تخينة تعمل الحاجات السامبل، ما تعملش حاجات درابي وحاجات كده تخنها زيادة. طيب برضو حاجات شخصية مدام فاتن، يا ترى بتلاقي وقت تعملي اي حاجة في البيت؟ يعني ما انا اللي ماشياه، يوم ما بمشيهوش بيبوظ خالص، انما ما بعملش حاجة بايدي، انما المفروض انا اللي ماشية البيت. عمرك طبختي مدام فاتن؟ بس دايما كان بيطلع وحش قوي. دايما طبيخي وحش. شفتي الافلام اللي عملها عمر، الافلام الاجنبيه قصدي؟ عمر لغايه دلوقتي هو فيلم واحد اجنبي اللي خلص، اللي هو لورانس، واتعرض. بس للاسف انا ما روحتش لندن ولا فرنسا عشان اشوفه، انا كنت في يوغوسلافيا وفي مدريد معه. انا عارفه ان وقتك دايما مشغول مدام فاتن، يعني اوقات الفراغ بتاعتك لازم قليله قوي، لكن بيكون عندك وقت فراغ بتعملي فيه ايه؟ هو بحاول دايما اقضيه مع الاولاد، لاني بسيبهم الحقيقه كتير كل سنه، ولما لوحدي خالص ألذ حاجه عندي اني اقعد اقرا شويه. ما عندكيش هوبي، اي حاجه تحبي تمضي فيها وقتك الفاضي بصفه خاصه؟ لا، هي الهوبي دلوقتي اليومين دول بقت الشغل، يعني عندي حاله شغل مش معقوله. يعني جات لي فترة من سنتين كنت مكسلة، ولا عايزة امثل ولا عايزة اشتغل، حالة فترة كساد كده جات لي، يعني عارفة زي ما كانش ليا نفس ابدا لحاجة. السنة دي عندي نشاط ونفسي اشتغل، يعني حاسة طول الوقت عايزة اعمل حاجات وامثل وحاجات كويسة، يعني نفسي في ادوار حلوة، روايات حلوة كده. معنى كده انك بتحبي شغلك لدرجة انك انت بتعتبري الشغل هوبي؟ طبعا، واي واحد ما بياخدش الشغل بتاعه هوبي ما بينجحش فيه. طب دي حاجة عظيمة، دي أظن يعني أكتر حاجة الواحد يتمنى إنها تحصل له. طب قولي لي مدام فاتن، ادينا فكرة كده عن يوم من أيامك، يوم عادي، يوم متوسط، بتعملي إيه من ساعة ما تصحي لغاية آخر النهار؟ أنا هقول لك حاجة، إحنا يا ممثلين مش كل يوم زي التاني، كل يوم في حاجة غريبة. يا يوم طول النهار عايشة كبني آدمة عادية ست، يا يوم بتقابلي صحفيين، يا يوم في الاستوديو، فاختاري أي يوم من دول. يوم تكوني عملتي فيه كل دول مثلا. ببقى عصبية ومنرفزة ومش طايقة حد لما أعمل التلاتة سوا. أنا لما عندي استوديو ما بحاولش أقابل ولا صحفيين ولا أحاول أعمل حاجة في البيت، يعني كل مخي بيكون في الشغل. فأقول لك على يوم مثلا في تصوير، بصحى 7، عند كوافير 8:30 لازم أكون، أطلع على الاستوديو حوالي 10، أعمل مكياج وابتدي تصوير، أروح بيتي 11 بالليل. فاضل بعد كده إيه في اليوم؟ طيب بتقري مدام فاتن؟ أيوة. بتقري أي نوع من الكتب؟ أحب القصص، خصوصا لما تكون رومانتيك شوية يعني، أو فيها حاجات إنسانية يعني. بتشوفي كل الافلام اللي بتعرض؟ يعني بتعتبري ان ده جزء من شغلك انك تشوفي أيوة. الافلام الكويسه، لما اعرف ان فيلم كويس اروح، انما فيلم وحش بيعكنني خالص. وبتحاولي تتعلمي حاجه من الافلام الكويسه؟ قطعا. وابتدت عندي هوبي جديده، ان هي ابتديت ابص ازاي المخرج عامل السينه دي او المشهد ده، يعني من ناحيه الاخراج، مش معنى كده اني عايزه اخرج، بس ابتدت دي حقيقي حاجه تشغلني قوي. بشوف الفيلم مرتين عشان اشوف ازاي المشاهد متنفذه، وازاي السيناريو مكتوب، وازاي محللين الشخصيات وكده. ده لما فيلم كويس، مش كل فيلم طبعا. بتقولي ليه انك مش ناويه تعملي اخراج؟ يمكن تبقي مخرجه في يوم من الايام. يمكن لما اكبر وابطل تمثيل اعمل الحكايه دي. طيب بمناسبة تبطيل التمثيل، تفتكري امتى مدام فاتن السن او المرحلة اللي يجب على الممثل او الممثلة انه يبطل فيها تمثيل؟ شوفي، هي مفيش حاجة اسمها مرحلة يجب يبطل فيها، هي مسألة يا الفن يسيبك يا انتي تسيبيه، وعشان تسيبيه مش سهل ابدا، ولما يسيبك بتبقى اصعب. فهو الممثل لازم لما يحس انه ابتدى في النوع اللي بيعمله يروح النجاح منه، لازم يدور على حاجة تانية او على نوع من الادوار تاني يعملها. اذا ما استحملش، يعني انا بتكلم عن ست اذا كبرت وحست روحها ان ما بقتش قادرة تعمل بطلة، لازم تدور على ادوار ادوار حاجة كده تعملها. اذا هي كست ما استحملتش الحكاية دي، يعني في ستات لما يكبروا مش عايزين يعترفوا ابدا، يبقى لازم تسيب وهي في نجاحها قبل ما الجمهور يسيبها.
مين في رأيك مدام فاتن احسن ممثلة سينما عندنا؟ ده بعدك طبعا. شوفي، ما هي مش مسألة احسن، هي مسألة فرصة ومخرج كويس. يعني تلاقي ممثلة مع مخرج بتطلع كويسة قوي، في فيلم تاني بتطلع وحشة قوي. الدور بيكون بايخ والمخرج ما بيشغلهاش كويس، مخرج تاني بيطلعها في دور كويس والفيلم كويس فبتنجح. وهي مسألة دور كويس. انا ملاحظه انك مش عاوزه تدخلي في اسماء. يمكن لو سالتك في المسرح، بما انه يعني ميدان بعيد عنك شويه، تقولي لي. لا، المسرح نفس الشيء، حسب الدور. وبعدين في دور يبقى حلو يسند الممثل. يعني اديني دور هيرو، واحدة بتعمل حاجات كويسة قوي وبني ادمة خالص، تخرجي من الفيلم حباني اكتر من اللي عاملة دور الشريرة حتى لو هي مثلت احسن. لا، ساعات دور الشرير او الشريره الجمهور بيحبه لسه يعني في العالم بتاعنا او في الشرق لا نزال نفضل الطيب. يعني اذا الممثل الكويس او الكويسه هو اللي بياخد دور الانسان الكويس. ده مش حكم، هو الحكم عليه بيبقى كده، فاهمه؟ قصدك الجمهور بيحب الانسان اللي بيعمل ادوار كويسه دايما.